Story hello. كيف انا نعمل تصبوع؟ الله يتم مننا التصبوع يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما. ماتت لينا أبو طالب ولكن الحقيقة لن تموت. ماتت لينا أبو طالب ولكن الحقيقة لن تموت. الله يرحمك يا لين، هي طير من طيور الجنة بإذن الله رب العالمين. الأم وتضارب الأم في التحقيق اللي أجري معها يوم الجمعة، وما زالت قيد التحقيق حتى هذه اللحظة، ما زالت محبوسة حتى هذه اللحظة. عامر أبو طالب قال إيه؟ وإيه اللي حصل مع الأب أثناء الغسل أو قبل الغسل؟ إيه اللي حصل مع الأب وإيه اللي جاله عامر أبو طالب؟ كلام كتير يا سادة، لأول مرة هتسمعوه حضراتكم عن لين أبو طالب. نسأل الله أن يجعلها طير من طيور الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترمين اليوتيوب، أهلا وسهلا بحضراتكم. تحية خاصة من قناتكم ومن أخوكم أبو وليد. في البداية زي ما قلنا، إذا مات المجني عليه فإن الحقيقة لن تموت، بغض النظر عن المتوفي إذا كان لين أو غير لين. الله يا رب يرحمهم جميعا ويسكنهم الفردوس الأعلى. لو توفى الحقيقة لن تموت أبدا. إيه اللي حصل؟ ببساطة يا سادة، الأم تم استدعائها هي والجد والخال يوم الجمعة اللي فاتت. الأم كانت بتتسأل نفس السؤال وكانت بتجاوب إجابات مختلفة، مما دعا المحققين إن هم يخلوها محبوسة حتى هذه اللحظة لغاية وأنا بعمل الفيديو، وما زال الوضع زي ما هو. تضارب أقوال الأم شكك المحققين فيها، لأن الحقيقة ما بتتغيرش. لو سألت حضرتك أنت كنت فين الصيف اللي فات، هتقول كنت في المكان الفلاني. ولو سألتك بعد شهر بعد 2 غيرت السؤال بصيغة تاني، هتكون نفس الإجابة لأن حضرتك صادق. إنما الإنسان الكذوب في كل مرة بيخترع كذبة، فعشان كده بتكون الأقوال متضاربة. عامر أبو طالب وهو قريب أبو لين الله يرحمها قال إن الأم اتصلت بيا وطلبت مني إن أبلغ الزوج إن بنتك ماتت إثر حمى، جالها حمى وجالها سخونة وتوفت. وأنا بالفعل بلغت الأب. الأب لما راح قال شيء غريب جدا، أنا عن نفسي مصدقه. هو شيء مستحيل إنه يحصل لكني مصدقه. ليه أنا مصدقه؟ لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، والطفلة دي تعتبر ملاك صغير. الأب قال كل ما كنت أسبل البنت أسبل، يمكن إخواننا العرب ما يعرفوش، يعني أغمى عينيها. المتوفى بتكون عينيه مفتحة فبيغمى عينيها وبيغب بوجها، كل ما يغمى العين تتفتح تاني. حصل معاه أكتر من مرة الموضوع ده، وكأن البنت بتسأل أنا اتقتلت ليه؟ أو أنا حصل فيا كده ليه؟ تقرير الطب الشرعي أثبت للأسف يا سادة يا محترمين إن البنت تم التعدي عليها من القبل والدبر، من الأمام ومن الخلف. أنا آسف إني بقول كده. وكانت بتنزف من المنطقتين. الأم وعد أبو خليل كانت عارفة القصة دي. الأم كانت عارفة إن بنتها بتنزف من المنطقتين دول لما راحت المستشفى وتيقنت، وإن البنت كانت للأسف في قمة التعب، والأم عارفة، والأم سكتت، والأم صبرت على عذاب البنت. بدل ما تدخلها غرفة العناية وتمتثل لأمر الطبيب رفضت وقالت بس احنا محتاجين أي مسكنات. مسكنات إيه بس؟ مسكنات إيه اتجاه ربنا؟ ده طبعا صورة الجد. شوفوا حضراتكم السن بينم أو الشكل بينم عن السن. 73 سنة يا سادة، 73 سنة، وبيبص البنت بنته اللي مولودة في 10 شهر أكتوبر سنة 2018، يعني ما كملتش 6 سنين. بنت لم تتجاوز من عمرها 6 سنوات، وراجل عنده 73 سنة بيبص لها. أي شهوة في كده؟ يعني أي شهوة؟ مرض؟ أعوذ بالله من ده مرض. لعنة؟ أعوذ بالله من دي لعنة. لما جد يبص لبنته بنته بالشكل ده ويتناوب عليها هو وابنه من الدبر ومن القبل، سبحانك يا رب، سبحان الله، والبنت بتنزف. لكم أن تتخيلوا يا سادة مدى الألم النفسي والجسمي اللي كانت فيه البنت. حتى هذه اللحظة الكل بيتحجج معاه. مش كده وبس، كمان دي قائمة بأسماء الأقرباء والأصدقاء بيتم مداهمة منازلهم في الوقت الحالي عشان يضيقوا الحصار حوالين كل اللي مشتبه فيهم، سواء بالفعل أو السكوت عن الجرم. يعني كله هيتحاسب، اللي فعل هيتحاسب، واللي سكت عن الجرم هيتحاسب،
واللي لم يبلغ هيتحاسب، كل ده هيتحاسب. قلناها في أول الفيديو وفي نص الفيديو وهنقولها تاني. إذا ماتت لين فإن الحقيقة لن تموت. مش هتموت أبدا الحقيقة، هتفضل الحقيقة واضحة وضوح الشمس. عمر ما في جاني أبدا بيفلت من العقاب مهما طال به الزمن. عمر ما في جاني بيفلت من العقاب. الجد اللي حضراتكم شفتوا صورته، الراجل اللي معدي 73 سنة والجرم اللي هو عمله. الخال اللي معدي 46 سنة ومتزوج، ونحط تحت متزوج دي 1000 خط وخط، حتى وإن ما كانش متزوج، حتى يا سادة وإن لم يكن متزوجا. هل يعقل إن إنسان عدى 40 سنة يبص البنت ما عدتش ال6 سنوات؟ ده 40 سنة دي هي اكتمال العقل. اكتمال العقل يعني أنت المفروض خلاص أصبحت مكتمل العقل. حتى إذا بلغ 40، وحضراتكم حافظين الآية، يوصل به الجرأة والقذارة والوساخة والسفالة والدناءة إن هو يبص البنت أخته اللي عندها أقل من 6 سنوات ويعمل فيها الجرم ده. ومش مرة واحدة، ده متكرر، كان بيتناوب عليها هو وأبوه اللي هو الخال والجد. والمصيبة الكبرى في موقف الأم، الناس اللي بتقول ارحموا الأم، نرحم إيه بس لما هي ما رحمتش بنتها؟ نرحمها إحنا ليه؟ يرحم العباد ربنا طبعا، لكن لو سكتنا على الظلم هيتفشى الظلم. كل ما نسكت وغيرنا يسكت هيتفشى الظلم. عشان كده في كل فيديو بطالب حضراتكم يا أفاضل يا كرام، يا ريت حط لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد والناس تعرف. القضية من كام يوم ما كانتش معروفة، لما بدأت الناس تتكلم، بدأت القنوات في لبنان تبدأ هي كمان تتكلم. كان في تعتيم رهيب من ناحية الإعلام، تعتيم رهيب، محدش كان بيتكلم. لكن لما لقوا إن بعض البلدان خدت القضية رأي عام، بدأ إن هم يتكلموا. فاحنا عايزين توصل أكتر كمان من كده، عايزين كل العالم يتكلم. عايزين حج لين، عايزين حج الطفلة الصغيرة اللي شافت 6 أيام يمكن ما يستحملهمش راجل في عنفوان قوته. 6 أيام من الألم والجرف والنفسية اللي زي الزفت. نظرة البنت وكأنها بتحتمي بكل من حولها، وبتنفر في نفس الوقت من كل من حولها، وبتسأل 1000 سؤال وسؤال، وبتحط 1000 علامة تعجب و1000 علامة تعجب. كل ده في نظرة من البنت. البنت اللي جبنا لحضراتكم حتة فيديو كانت قد ايه عاملة زي الفراشة اللي بتطير في جنة عدنان، جنة الرحمن جل وعلا على الأرض، وبتلعب، هي غير مدركة لأي شيء. طفلة بتلعب وكأنها بتلعب في جنة خلقها لها المولى جل وعلا. جوم شياطين الإنس خالها وجدها عكروا عليها صفوة وحسسوها بالألم وحسسوها بالضيق. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا سادة يا أفاضل يا كرام، إذا ماتت لين فإن الحقيقة لن تموت. بنناشد حضراتكم يا أفاضل يا كرام، يا ريت لايك لكل فيديو عشان يوصل صوتنا ويوصل 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 لغاية ما يسمع كل جاني. مش بس كل جاني، كل مسؤول في لبنان، كل مسؤول، عشان ربنا جل وعلا يسخر ويجيب حج لين. نسأل الله العفو والعافية. منتظر تعليقات حضراتكم، منتظر اللايك الجميل. أشكركم وأترككم في حفظ الله وأمنه، على أمل اللقاء بكم في فيديوهات قريبة قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.